السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ شيري. النهاردة هنعمل وصفة لذيذة وجميلة لكل محبين مطبخ شيري. النهاردة الوصفة دي بأسرار وتركات المطاعم الكبيرة، أفخم المطاعم، وصدقيني بجد هتاخدي حاجة طعم رهيب وهتشكريني عليها في الكومنت إن شاء الله. يلا بينا نعمل الكبدة الاسكندراني بتركات المطاعم الكبيرة. يلا بينا نخش ونشوف المقادير بتاعتنا، بس ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب علشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا، ان شاء الله هتكون موجوده في كل بيت. يلا بينا نبدا. هنخش بقى في الوصفه بتاعتنا كده على طول. انا عايزه بس اوريكم ان الكبده بتاعتي انا مقطعاها شرايح ازاي، شايفين؟ انا مقطعاها زي البانيه، وبعد كده عملتها شرايح زي الشاورما. خلاص هبدا بقى اعمل ايه. هنزل بمعلقتين كبار من الثوم المهروس. طبعا الثوم ده انا حاطه عليه قرن فلفل ضرباه معاه. هنزل عليهم بمعلقتين كبار عصير ليمون، زيهم معلقتين خل، زيهم هنحط معلقتين زيت، معلقه من الكزبره، معلقه من الكمون، نص معلقه من الفلفل الاسمر، حبه من بهارات اللحمه هتبقى حلوه جدا جدا جميله معانا في الكبده. وهنزل هنا معايا بقى، ده حاجه اختياريه، ببابريكا او ممكن تحطي شطه. انا مش هحط شطه لان انا هحط فلفل حار. طبعا معايا هنا بلح جوز الطيب، هبشر حبه هتخلي لي الكبده في حته تانية، هتبقى جميله جدا. طبعا انا شايله معايا، احنا حطينا معلقتين توم، انا شايله معايا حبه توم تاني، وهقول لكم احنا دلوقتي هنشتغل فيها هنعوزها في ايه. خلاص هركن بقى الكبده بتاعتي معايا تشرب التتبيله دي اللي احنا عملناها، ونركنها بقى كده لحد ما نروح ونجهز الحاجه اللي هنشتغل فيها، ونشتغل فيها على طول. الكبده مش من الحاجات اللي بترقد كتير علشان هي عباره عن دم، وما ينفعش ترقد، هتفك منك وهتبقى تروح زي الميه. طيب احنا ما بنغسلش الكبده ليه؟ الكبده عباره عن تجمع دموي، ولو غسلناها تفك معاك وهتحل ومش هتبقى حلوه. حاجه تانية هي بتزفر، لما بتتغسل معانا بتزفر. هنا انا معايا حطيت صينيه معايا كبيره او طاسه او وك او اي حاجه انت بتشتغلي فيها، هحط فيها كميه من الزيت. طبعا هقولك على معلومه هنا، انت عايزه الكبده بتاعتك تطلع حلوه هتبداي تعملي ايه؟ لازم تكتري الزيت شويه. حاجه تانية لازم تسخني الزيت كويس عشان هنعمل صدمه للكبده. طيب هستنى بقى لما الكبده بتاعتي تشد، مش هينفع اقلبها الا لما تشد معايا. انا بس كل اللي بعمله ان انا بحاول اوزع الماده الدهنيه واوزع الكبده بتاعتي ما تبقاش متراكمه على بعضها. هنا بقى كده الكبده بتاعتي بدات تاخد تشويحه خفيفه. هبدا بقى اقلب كده الكبده بتاعتي، انا ما بقلبهاش اول كام ثانيه كده، بسيبها لمده دقيقه او دقيقتين يعني مش كتير، وبعد كده ببدا تقليب فيها او اشتغل عليها. هنا بقى انا معايا فلفل اخضر، انا عاملاه شرايح بس حار. انتي المفروض تعمليها بفلفل رومي، بس انا بحبها، يعني عندنا بيحبوا الكبده مشطشطه جدا، ما بتاخدش معاكي 10 دقايق وبتكون استوت. طب لسه في تريكات تانية هنعملها بس بعد ما نسيبها لمده 10 دقايق تستوي مع بعضها. هنا بقى نحط الملح بتاعنا، هنا كده بقى بعد ما الكبده بتاعتنا خلاص هننزل عليها بمعلقه من دبس الرمان التقيل، هتفرق معانا جدا 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 في الطعم. وشايفين اللمعه اللي بدات تبقى فيه، اللون حتى اتغير معاكي وبقى حاجه تانية. اخر تريكه بقى هنعملها، هنروح حاطين هنا كده
حبه فلفل بالثوم ما لحقوش يتحمروا، يعني لسه ناقصين سوا شويه، فما لحقوش يتحمروا معانا. هنقلبهم تقليبه واحده وننزل عشان نكهه الثوم تبقى في الكبده بتاعتنا وتبقى. يلا بقى بينا نشوف هنعمل بالكبده دي ايه. يلا نغرف مع بعض ونشوف هنعمل ازاي اجمل سندوتشات من عند اشهر محلات بتركات اشهر محلات الكبده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنغرف بقى مع بعض. انا تنيت العيش جوه الرغيف كده من جوه زي ما انتوا شايفين. خلاص هنبدا بقى ناخد من الكبده بتاعتنا القمر دي، مش قادره اقولك جميله، ريحتها قلبة الدنيا. خلاص زي ما انتوا شايفين كده، برش على وشها طبعا شرايح فلفل علشان تكون معايا تمام، تكون معايا ايه حاجه كده جميله خضره. ممكن تحطي جرجير، ممكن تحبي لو بتحبي البقدونس تحطي بقدونس معاكي، بيبقى جميل جدا جدا مع الوصفه دي. هناخد بقى عامله مش سلطه الطحينه، ده صوص هعمله لكم، لو عايزينه اكتبوا لي في التعليقات اعمله لكم مع المشاوي، مع اي انواع المشاوي اعمله لكم معاه. ده صوص مش سلطه الطحينه، صوص مختلف. خلاص بنرش بقى كده وبنحط زي ما بنحط كده، ونبدا نعمل ايه السندوتش بتاعنا. انا بحط فيه حاجه خضراء، بس للاسف انا ما عنديش جرجير ولا اي حاجه خضراء، فانا هعمله كده وهستكفى واكمل بقيه السندوتشات بتاعتي. هنا بقى انا غرفت معايا، عملت شويه مكرونه بصلصه، ينفع تعملي رز ابيض على حسب ما انت ما بتحبي. المهم ان انت بتعملي، ينفع تعملي لاولادك اللي هم بيحبوه وتعملي لنفسك اللي انت بتحبيه. انا عملت ليا شويه مكرونه وهحط عليهم الكبده والصلصه بتاعتي ونبدا ناكل، وبالف هنا وشفا ليكم والكل اللي وصل معايا لحد هنا. يلا اعملوا لحبايبكم وتفضلوا معانا. اسيبكم بقى في رعايه الله، لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو جميل منكم، بدعوه حلوه من قلوبكم البيضاء، بس ما تنسونيش بالدعوه الجميله. مع السلامه.